السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في القناة. سمحوا لي حيت طولت عليكم شويه ما شاركتش معكم بشي فيديو في هذه المده، ولكن رجعت اليوم بمواضيع كتهمكم بزاف. اليوم غادي نهضروا على واحد الماتش اللي شعل الاجواء، ماتش المنتخب المغربي في اطار كاس افريقيا، وغادي نشوفوا حتى ردود فعل المشاهير المغاربه والصور اللي شاركوها معنا بعد اللقاء. خليكم معنا. شهدت مباراة نصف نهائي كأس إفريقيا اللي كانت يوم الأربعاء، المنتخب المغربي مع الفريق النيجيري. أجواء استثنائية بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في واحد الليلة كانت مميزة عاشتها الجماهير المغربية بكل حماس وتشويق، وكان الجمهور المغربي حاضر بقوة من خلال التشجيع واللي رافقت أطوار المباراة. ومن بين الحاضرين في المدرجات برز حضور عدد من الفنانين المغاربة اللي حرصوا على مساندة المنتخب الوطني من قلب المغرب. وضمنات قائمة الفنانين اللي تابعوا المباراة من المدرجات كانت ماريا نديم، أسماء النور، جيهان الكداري، وينزا، إدريس ومهدي، وبزاف الفنانين والمؤثرين. الصور اللي تنشروا من بعد الماتش كانت معبرة بزاف بين الفرح والحماس وحتى الاحتفال مع العائلة والأصدقاء، وهذا الشيء اللي كيبين بلي المنتخب المغربي ماشي غير فريق ولكن فرحة شعب بالكامل. بحال اي ماتش مهم ديال المنتخب، المشاهير المغاربه كانوا متفاعلين بزاف، كل واحد عبر بطريقته على الفخر والدعم ديالو لاسود الاطلس. وفي المقابل تابع فنانون ومشاهير آخرون المباراة من أماكن مختلفة، سواء من مناطق المشجعين ولا من المقاهي أو منازلهم، اللي مشهد كيعكس الالتفات الواسع حول المنتخب الوطني.
هذا هو ملخص الماتش وردود فعل المشاهير على هذه المواجهة. قولوا لي في التعاليق شنو رأيكم في الأداء ديال المنتخب، وشكون من المشاهير اللي شد انتباهكم أكثر بردة الفعل ديالو. وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش ما يفوتكم حتى جديد. شكرا بزاف على الدعم ديالكم، ونرجعوا بقوة إن شاء الله.